السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة بيض بالخضار بالبطاطس. بجد لازم تجربوها، وصفة رهيبة. معايا بطاطس قطعتها ترانشات، مش سميكة ومش رفيعة قوي شيبسي. شوحتها كده في زيت مع بابريكا، مع بابريكا وملح خفيف كده، ونشوحها تشويحة حلوة. على ما تتشوح بقى كده ولونها يبقى احمر، هبتدي ان انا اقطع الخضار. معايا بصل اخضر ومعايا طماطم، هقطعهم مكعبات صغيرة. دول هيبقوا التوب بتاعنا، البصل والطماطم هقطعهم مكعبات صغيرة على ما البطاطس تتحمر وتاخد اللون اللي انا عايزاه، والبابريكا هتديها لون احمر لطيف جدا يعني. هنخلص بقى تقطيع الطماطم والبصل، وهضيف عليهم البيض. البيض حسب الافراد اللي هياكلوا، يعني انا استخدمت 3 بيضات، ممكن تزودي وممكن تقللي على حسب الافراد اللي هياكلوا. عملت ال3 بيضات كده بقى، هربهم كويس مع فلفل اسود طبعا علشان زفارة البيض وملح، وهعملهم كويس كده بالمعلقة. وانا كده معايا البطاطس لسه بتتحمر، وبقلبها على كل وجه لحد ما تاخد لون لطيف معايا. خلصنا كده البيض، هننزل عليه بقى بالخضار بتاعنا، البصل والطماطم. هقلب بقى الكلام الحلو ده كده في بعضه. عاوزه اقول لكم ان طعم وريحة البصل الاخضر مع الطماطم في البيض بجد تحفة، يعني فعلا تستحق التجربة. في الخطوة دي بقى ممكن تستخدمي كريمة حامضة، او ممكن تستخدمي جبنة، اي نوع جبنة تفضليه. انا استخدمت جبنة قريش ملح زايد شوية، عشان كده انا قللت الملح في الوصفة دي. ممكن تستخدمي اي نوع جبنة تفضليه. حلو حلو جدا، يعني ميكس الجبن مع الخضار مع البيض مع البطاطس، بجد ميكس حلو قوي، ووجبة كاملة بقى متكاملة. انت مش عايزة اي حاجة، انت معاكي كل حاجة في الطبق ده. هنا بقى رصيت البطاطس بتاعتي اللي انا شوحتها على في طاسة كده سخنة فيها نقطة زيت، ورصيت البطاطس بتاعتي بعد ما اتشوحت على الوجهين وخدت لون حلو. هرصها كده علشان هحط بقى فوقيها البيض بالخضار، وبعدين ارفعها على النار وهدي النار شوية، واسيبها بقى تستوي كده مع بعضها. هنا بقى خلصت فرد البطاطس، هنزل بالبيض والخضار عليه. هتاخد بقى معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده، في النهاية هيبقى شكله حلو قوي. يعني هي هتتماسك مع بعضها، وهتبقى واخدة نفس الشكل اللي قدامنا ده. انزل بقى بالبيض بالخضار بالجبنة بتاعي، هوزعه كويس على البطاطس، وبعدين هرفعها على النار علشان تستوي. زي ما احنا شايفين شكلها اصلا وهي لسه نية حلو قوي، الالوان فيها جميلة، فيها قيمة غذائية عالية جدا. هرفعها على النار وهغطيها واسيبها تستوي، يعني كأننا بنعمل عجة بيض كده او شكشوكة يعني. هي طريقتها سهلة بسيطة جدا، مفيهاش اي حاجة متعبة ولا مكلفة خالص. هرفعها بقى على النار وهتستوي معايا زي ما قلنا كده على نار هادية. وده شكلها بقى بعد ما استوت وقلبتها. ده طبعا الجزء اللي تحت او الطبقة اللي تحت اللي فيها البطاطس، ده بعد ما قلبتها اقلبها بقى على الوجه التاني، بحيث ان هي تستوي من الوجهين، لان البطاطس هتمنع السوى كويس للبيض وللخضار. فاضطر ان انا اقلبها تاخد بقى من الوش التاني برضو اللي فيه البيض والجبنة والخضار تستوي كويس. شايفين بقى شكل البطاطس كده وهي مرصوصة فيها ومتماسكة، شكلها حلو جدا. عاوز اقول لكم ان طعمها بجد في منتهى اللذاذة. هنا خلاص هي استوت معايا، هقلبها تاني على الوجه الاولاني بقى كده، تبقى البطاطس تحت والبيض فوق زي ما كنا عاملينها في الاول. شكلها حلو، طعمها بجد حلو، ووجبة متكاملة، يعني وجبة رائعة بصراحة. يعني ممكن تاكليها كده، الناس اللي عاملة دايت ممكن ياكلوها كده بس بالشوكة. هي كفاية طبعا ان البطاطس فيها نشويات، فهي كفاية. فيها بقى بروتين البطاطس وبروتين البيض، وفيها فايدة الخضار. حلوة جدا يا جماعة، عاوزة اقول لكم بجد ان هي وجبة حلوة جدا، تنفع غدا تنفع عشاء تنفع فطار، في اي وقت تعملوها لو جعانين هتبقى مشبعة وحلوة جدا. ولو عجبتكم الوصفة ياريت ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة. لو ما اشتركتوش لسه ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من اكلة ماما. واتمنى ان انا اسمع واشوف ارائكم في التعليقات، واشوفكم فيديو جاي على خير من اكلة ماما، واحبكم، سلام.